تالتة اعدادي. في الفيديو ده هنتعرف على اهم البريفكس والسافكس الموجودة في الانجليش، اللي هي البادئة واللاحقة، واللي بتيجي منها نقطة في سؤال الاختيارات. هنحاول نقولها بشكل سريع شوية عشان الفيديو ما يطولش معانا، فما تنساش ان انت يكون معاك ورقة وقلم وتثبت الفيديو براحتك وتكتب الحاجات المهمة براحتك. خد بالك كلمة asleep awake اولها a او a بتحول الفعل لصفة. sleep ينام، asleep نائم، وهكذا. aqua معناها water اللي هي المية. aquarium aqua park. bio معناها life زي biography و biology. this بتعكس بعض الأفعال أو الصفات أو الأسماء وتعطي معنى النفي. able disabled disability disagree. كمان بتحول الأفعال لمعاني مختلفة زي display و discover. ال en بتحول الاسم لفعل carriage encourage. ال ex بتخلي معنى الفعل فعل تاني change exchange. ال im مهمة جدا، بتيجي في معظم الصفات اللي أولها m أو p عشان تعكسها زي polite impolite possible impossible. أحيانا كمان بتغير الفعل زي prove improve. ال in مهمة برضو جدا، بتحول الصفة للمعنى العكسي أو تنفي الصفة زي formal رسمي informal غير رسمي. expensive غالي inexpensive غير غالي correct incorrect. الاي ار بتعكس الصفة زي regular irregular. خد بالك الاي ار بتيجي للصفات او معظم الصفات اللي اولها حرف الار regular irregular. micro معناها small بتصغر او تصغير زي wave microwave ومايكروفون. مهمة جدا اللي جاية دي miss معناها wrongly زي mistake. misunderstand معناها understand wrongly. مهمة جدا برضو معناها تاني again. read reread recycle rebuild. trans معناها across أو point معناها اللي هو ايه خلف أو من خلال أو عبر زي transport. on بقى بتنفي معظم الصفات unusual uncomfortable unattractive unkind unwell unpleasant unlucky unhappy unpopular unsuccessful uncertain unclear unfunny unsafe unhealthy unfriendly unsuitable. بعد كده السافكس يا حبايبي اللي هي اللاحقة اللي هي بتيجي في نهاية الكلمة زي comfortable acceptable accessible incredible. عندك ache معناها pain يعني ألم زي headache stomachache. مهمة اللي جاية بتيجي كتير خاص في الامتحانات يقولك tradition نضيف لها ايه عشان نحولها لصفة تبقى al traditional digital. appear فعل عايز اخليها اسم تبقى appearance. history عايز اخليها صفة ممكن اقول historic او historical. CIAN بتضاف لبعض الاسماء عشان تديلك الشخص نفسه اللي بيقوم بالحاجة دي زي music musician mathematician. ال ED وال ING بتحول الأفعال لصفات أو الاسم لصفة على حسب زي trust trusted decorated. خد بالك في decorated decorating embarrassed embarrassing depressed depressing. وقلنا ال ED بتستقبل الصفة أما ال ING هي اللي بتدي الصفة. ال EN بتضاف لبعض المواد الخام عشان تحولها إلى صفات زي wood wooden wool woolen. ال ER أشهر اللاحقات اللي بتضاف للفعل عشان تديلك الفاعل نفسه أو اسم الفاعل. sell seller
user stranger rubber organizer وهكذا. ال ERN تضاف للاتجاهات عشان تديلك الصفة منها زي north شمال. طب شمالي northern. ENCE تضاف برضو لبعض الأفعال عشان تديلك اسم زي difference. ال ESE بتضاف لبعض البلاد عشان تديلك الجنسية China Chinese Japan Japanese. المقطع full بيديلك الصفة الكويسة اللي موجودة، عكسه less بيديلك الصفة السلبية اللي مش موجودة. careful حريص، careless مهمل. اوكي وهكذا. لسه كنا بنقول ان ال ING بتحول بعض الافعال لاسماء او صفات زي او الاسم لصفة عادي زي engineer engineering polluting interesting. وفي interested شرحنا الكلام ده من شوية. ال ION بتضاف لبعض الافعال اللي اخرها تي عشان تخليها اسم والمقطع يكون شن. طبعا لو تي هتحذف الاي اوكي عشان يكون شن زي pollute pollution direction congratulation suggestion. ال ISH بتضاف برضو لبعض البلاد عشان تديلك الجنسية او اللغة زي Polish Irish Scottish. ال IST بتضاف للعلم عشان يديلك العالم art artist science scientist tourist. ال ITION بتحول بعض الأفعال لأسماء زي compete competition. ال IVE مهمة attract attractive act active create creative. ال LY عارفين إن هي بتحول إلى ظرف أو حال زي recently lately loudly happily carefully deeply. لسه سائلنا من شوية بتديلك حاجة اللي مش موجودة hopeless أو careless. ومن تتضاف برضو في نهاية بعض الأفعال عشان تديلك الاسم زي achieve achievement pavement government. المقطع نس بيتضاف في نهاية بعض الصفات عشان يجيبها لك يخليها اسم زي sweet sweetness dark darkness weak weakness mindful mindfulness illness kindness happiness quietness. اللي جاية دي مهمة جدا 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 جدا. ال OR برضو بتخلي الفعل فاعل. ليه مصر بنقول مهمة؟ لأن ممكن حد يختار ER بدل OR. مثلا competitor يجيلك في الامتحان تضيف لها ممكن حد يختار ER لا هي OR. spectator visitor اللي هي زائر. اوكي. ال OUS بتخليها صفة زي famous و dangerous. ship برضو بتخلي الكلمة اسم زي scholarship hardship friendship. بعض الأفعال تضيف لها تي تكون اسم زي complain يشكو complaint شكوى. وبعض الأسماء تضيف لها واي عشان تكون صفة زي noisy easy healthy lucky angry delivery تحول الفعل لاسم. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ما هو إلا تذكرة بس عشان تسمعوا كده في 5 دقايق على السريع. ممكن تسمعوا ليلة الامتحان أو قبل الامتحان يحاول يذكرك بس بالبادئة والنهاية. إن شاء الله هتيجي في الامتحان نقطة هتكون سهلة جدا وهتكون أنت عارفها ومذاكرها. في النهاية اللهم علما ينتفع به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.